السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم معايا في فيديو جديد. النهاردة هنعمل مع بعض وليمة أو عزومة من فرخة واحدة بس. هنعمل 3 أصناف من اللحوم أو 3 أصناف من الفرخة دي. هنعمل مع بعض بانيه، وهنعمل مع بعض كبسة الفراخ، وهنعمل مع بعض جلاش بحشوة الفراخ. ال3 وصفات حلوين جدا جدا، ينفعوا جدا للعزومات، يشرفوك في أي عزومة. وممكن تقسمي الفرخة على أكتر من يوم، تعملي بيهم كل يوم وصفة. ولو حبيتي تعملي الفكرة دي لعزومة هتنفعك جدا جدا وهتوفر عليكي جدا. هنشوف عملنا مع بعض ازاي وخلينا الفرخة ازاي تعمل معانا ال3 أصناف دول. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، ياريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهاتنا. معانا فرخة. هنبدأ نفصل الصدر عن الأوراق كده، وهنقطع الأوراق بالظهر من ورا. زي ما احنا شايفين مع بعض كده، وهنبدأ نقطع الوركين على 6 قطع زي ما احنا شايفين مع بعض كده. وابدأ اشيل الرقبة والأجنحة. وابدأ بعد كده افصل الصدر عن العظم، يعني ابدأ اشيل الصدر كده زي ما احنا شايفين مع بعض كده. ابدأ اخلي الصدر، والصدر مش هخليه كله، انا عندي الكتفين هقطع معاهم حتة من الصدر عشان خاطر القطعة تكفي فرد. يعني انا مش هقطع الكتف بس، لا هاخد معاه حتة من الصدر عشان القطعة عندي تكفي فرد زي ما احنا شايفين مع بعض كده. وهبدأ اقطع العظم والجلد، مش هرميه. هحطه مع الشوربة عشان خاطر يعمل لي شوربة، يخلي الشوربة دسمة. عندي بقى الصدر هقطعه نصين، ياما من الصدر هعملها بانيه، واليمه التانية هنقطعها مع بعض زي ما احنا شايفين كده مكعبات عشان خاطر اعملها حشوة للجلاش. كان حلو جدا جدا الجلاش بالحشوة دي. هبدأ بعد كده اقطع الصدر التاني كده زي ما احنا شايفين مع بعض، شرايح اعمله بانيه. وهبدأ اعمل له تتبيلة واحطه في التتبيلة دي يتبل على ما اخلص بقية الوصفات. هيكون معايا التبل. وبقى حلو جدا. التتبيله بقى اللي هعملها له بسيطه جدا. معانا بصلايه، ومعانا معلقه من الصلصه، ومعانا فص ثوم وربع معلقه من الكاري والكركم، وبهارات فراخ. هبدا اضربهم في الخلاط مع ربع كوبايه ميه وانزل بيهم على البانيه، واسيبه منقوع فيها على ما اخلص بقيه الوصفات. هيكون التبل معايا كويس. حلة على النار، هنزل عليها بمعلقة من السمنة ومعلقة من الزيت، واحط عليها ورقتين من اللورة وعود قرفة خشب. وابدأ بعد كده، بعد ما احط عود القرفة الخشب زي ما احنا شايفين مع بعض كده، هبدأ انزل بالفراخ بتاعتنا. اديها صدمة او اديها تشويحة في قلب السمنة والزيت بتوعنا. لازم نحط معلقة الزيت دي عشان خاطر الرز بتاعنا يطلع بيلمع، رز الكبسة يطلع بيلمع ويطلع مفلفل وحلو. زي ما احنا شايفين مع بعض كده. لازم نديله الصدمة دي عشان خاطر نقفل المسام بتاعت الفراخ بتاعتنا عشان خاطر تفضل معانا طرية من جوه. عايزة اقول لكم ان ال3 وصفات كانوا حلوين جدا وطعمين جدا، والتلاتة احلى من بعض. واتمنى لو انتوا تجربوهم بجد بجد هيعجبوكم جدا. دي رشة من الحبهان، ربع معلقة من الحبهان المطحون. انا بحب اطحن الحبهان للكبسة عشان خاطر ما فيش واحدة تيجي تحت ضرس حد او بق حد، فيبقى طعم غير مرغوب فيه وتبقى طعم مش كويس. بعد كده حطيت نص معلقة من الفلفل الاسود ومعلقة من بهارات الفراخ، وابدأ اديهم بقى تشويحة مع الفراخ زي ما احنا شايفين كده. جربي تطحني الحبهان وتحطيه مطحون على الكبسة، هتلاقي احسن بكتير. لان ممكن وانتي بتغرفي بعد كده تنسي فص حبهان او حاجة، لو جه تحت ضرس حد هتبقى يعني حاجة مش حلوة خالص، مش لطيفة خالص. زي ما احنا شايفين مع بعض كده. هنديله تشويحة مع البهارات لعند ما ريحة البهارات تطلع معانا. هنبدأ بعد كده بقى ننزل ببصلاية متقطعة مكعبات ومعلقة من الصلصة، وابدا اديهم تشويحه مع البصلايه ومعلقه الصلصه. دي الطماطم اللي احنا كنا مصلصينها مع بعض. وبعد ما اديهم تشويحه كده محترمه، ابدا انزل بميه مغليه لغايه ما اغطي الفراخ بتاعتي. وبعد كده بقى احط الملح واحط نص معلقه من السكر واغطي عليهم واسيبهم لغايه ما يستووا معانا.
معانا طاسة على النار هنزل فيها بمعلقتين من الزيت او من السمنة، وابدأ انزل عليهم ببصلاية كبيرة متقطعة مكعبات، وابدأ انزل بالفراخ بتاعتنا اللي احنا مقطعينها مكعبات، وابدأ اديها تشويحة كده مع البصلة لغاية ما لونها يتغير والبصلاية تدبل معايا. هبدأ انزل برشة من الفلفل الاسود ورشة من البهارات، بهارات الفراخ وملح، مش هحط بهارات تاني اكتر من كده. بعد ما اديهم تشويحة مع البهارات والملح، هبدأ انزل بفلفل متقطع مكعبات، فلفل اخضر او فلفل الوان، قرن فلفل سبايسي بقى زي ما انت عايزة. حابة تستغني عن الفلفل لو مش موجود عندك مفيش مشكلة. وكده بقى خلصت الحشوة بتاعة الجلاش. كانت بقى الفراخ استوت معايا في الوقت ده، بدأت كده اطلعها من الشوربة عشان خاطر اكمل الكبسة بتاعتنا. انا حبيت ان انا اطلعها عشان خاطر اديها لون، ما حبيتش ان انا اسيبها مع الرز. حسيت ان الشوربة هتكون كتيرة فشلت منها كده كام كبشة شوربة، قلت لو احتجتها هحطها تاني، ما احتجتهاش هشوف الاول لما احط الرز. اللي احنا حطيناها مع بعض دي بهارات كبسه، بتيجي من عند العطار كده بهارات كبسه فيها لومي وحبهان وقرنفل، بس انا شلت الحبهان والقرنفل لان انا كده كده حاطه حبهان مطحون. والمعلقه اللي انا حطيتها دي معلقه من القرنفل والحبهان المطحون واللومي المطحون والقرفه المطحونه، دول انا طحناهم مع بعض كده ومخلياهم احطهم عشان خاطر يدوني التيست والنكهه بتوع الكبسة، من غير ما يكون في اي فصوص ولا اي حاجة قرنفل ولا حبهان تحت يجي في بق حد. واحط عليها بقى مية مغلية، احط الرز بقى، احط الرز على المية المغلية او الشوربة بتاعتنا واسيبها لغاية ما تغلي، اهدي عليها واسيبها لغاية ما تستوي معانا. هنيجي بقى للجلاش بتاعنا. صينية عندنا فيها دهنة سمنة، معنا سمنة سايحة. هبدأ احط ورقتين ورقتين كده من الجلاش، وادهن بين كل ورقتين او بين كل ورقة وورقة مسحة من السمنة زي ما احنا شايفين مع بعض كده. وبعد كده بقى هحط في النص الحشوة بتاعتنا، حشوة الفراخ اللي احنا عاملينها مع بعض. عايزة اقولك ان ريحة الجلاش كان حلو جدا، ولما دخل الفرن كان ريحته تحفة وكان طعمه حلو جدا جدا، يشرفك بجد في اي عزومة. بعد كده بقى هبدأ احط طبقات الجلاش اللي فوق زي ما احنا شايفين مع بعض كده. ابدأ برضو بين كل ورقتين وورقتين اعمل مسحة سمنة. انا بحط كل ورقتين مع بعض بصراحة، مش بحط كل ورقة وورقة، وابدأ اساوي كده الاطراف. ولو عندك بقى ورق مهري او ورق مكسر تقدري بقى تحطيه بقى في النص كده، ما تحطوش فوق على الوش. دي نص ورقية كده كانت مهرية وكام ورقة كده فحطيتهم في النص كده، والورقة المتسوية حطيتها على الوش. وابدا بقى ايه اساوي الاطراف، لو في طرف زايد عندك ولا حاجه بتتنيه كده لتحت وتظبطيه. وبدات كده اقطع الجلاش بيتقطع قبل ما يخش الفرن عشان خاطر بنعمل له خلطه بنسقيه بيها، يشرب من الخلطه ويبقى طالع معاكي مورق وطري من جوه وكريسبي من بره، مقرمش من بره وطري من جوه. بعد ما قطعت الجلاش بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض ده، معايا بضايه هبدأ أكسرها كده وأحط عليها كوباية لبن ورشة من الفلفل الأسود، وأبدأ أقلبهم مع بعض كويس جدا لعند ما البيضة تدوب معايا خالص. وأحط معلقة كبيرة من السمنة، حطيت بقية اللبن أهو، كوباية اللبن كاملة حطيتها، وهحط دلوقتي معلقة كبيرة من السمنة وأبدأ أقلبهم مع بعض كويس. وبعد كده بقى أسقي بيهم الجلاش. تقدري تعملي برضو الجلاش باللحمة بنفس الطريقة او بنفس الوصفة دي، بس بدل حشوة الفراخ هتحشيه من جوه لحمة معصجة. ابدأ اخلي الخلطة توصل لكل الجلاش معايا، احاول اخليها توصل كل حتة في الجلاش في صينية الجلاش بتاعتنا. ادخلها بقى فرن على درجة حرارة 180 لغاية ما تستوي معايا، اشغل عليها الشواية تاخد لون من فوق. وبعد كده بقى هنيجي الفراخ بتاعتنا، معانا معلقتين من الصلصة هنزل عليهم بمعلقة من الزيت ورشة من الفلفل الاسود والملح، وهحط عليهم معلقتين من المية عشان خاطر بس تسهل معايا عملية الدهن للصلصة ما تبقاش تقيلة معايا.
وابدا بعد كده بقى ادهن وش الفراخ بتاعتي وادخلها الفرن شغال فوق وتحت لعند ما تاخد معايا لون. هرجع بقى للبانيه، كان كده اتبل بما فيه الكفايه. معانا نص كوبايه من الدقيق، والطبق التاني ده فيه كوبايه من الكريسب، ونص كوبايه من الدقيق. الكريسب ده بيتباع عند العطار او في اي مكان، انا بستخدمه بصراحه، بيبقى هو احلى بكتير من الفيجيتار. حطيت عليهم بهارات فراخ وملح وفلفل اسود، وقلبتهم مع الدقيق ومع الكريسب. ودي التتبيله اللي اتبقت معانا من البانيه، حطيت عليها نص كوبايه من الميه. هتبل فيها الميه ساقعه متلجه، هتبل فيها البانيه. مش هتبله في بيض، هتبله في الميه او التتبيله اللي فاضت معانا من البانيه، هحط عليها ميه. وزي ما احنا شايفين مع بعض كده خلصنا الكميه، والكفر بتاعها متماسك وحلو جدا. بنحط الاول في الدقيق ونطلع من الدقيق نحط في الميه، ونرجع نحط في الكفر الاخير اللي هو عليه كريسب ده. وبيبقى معانا المنظر زي ما احنا شايفين مع بعض كده، لما بيتحط في الزيت بيبقى مقرمش من بره ولونه ذهبي، ومن جوه طري، وبيبقى طعمه حلو جدا. عايزه اقول لكم الريحه وانا بقليه كانت حلوه جدا، يعني كان نفسي تكونوا شامين، وكان نفسي تدوقوا كمان معايا، الطعم كان حلو جدا. ودي صينيه الجلاش بعد ما طلعت من الفرن. بصوا يعني الحشوه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يعني انا كنت بصراحه خايفه تكون الحشوه قليله لان هو نص صدر يعني، بس ما شاء الله كانت الحشوه حلوه جدا. وده البانيه بعد ما خلصناه. ودي الكبسه بعد ما غرفناها، الرز استوى وحطينا عليه الفراخ بعد ما خدت لون معانا. وده كان شكل الاكل بتاعنا بعد ما خلص. ما شاء الله كان كميه اكل محترمه تكفي فعلا بجد 8 افراد واكتر كمان. من فرخية واحدة قدرنا نطلع 3 أصناف. ال3 أصناف يشرفوكي في أي عزومة. ولو عجبتك الفكرة وعجبتك الوصفة، ياريت تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهاتنا. وكل سنة وحضراتكم طيبين، رمضان كريم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.